5 فبراير عام 1963 توفي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في منزله بين عائلته، ليرحل بطل الريف وأسد من أسود المغرب لحاربوا الاستعمار الإسباني والفرنسي، واللي بخطط اللي كان كيقوم بها قامت ثورات في العالم على الاحتلال. وتدفن محمد بن عبد الكريم الخطابي في مقبرة الشهداء بالقاهرة، وحضر جنازته العديد من زعماء الدول. وفي الأخير ما تنساوش تذكروا لنا الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم على الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. واش كان مناضل وثوري اللي قاوم الاستعمار؟ وشنو هي أهم الأسباب اللي خلت الأمير الخطابي ينهزم بعد فوزه بمعارك كبيرة أمام إسبان؟ واش بسبب الخونة والعملاء، أم بسبب التحالف ديال إسبان وفرنسا، أم بسبب أسباب أخرى؟ وفي الأخير رحمة الله تعالى على جميع الشهداء والمجاهدين.